قامت الجزائر بترحيل آلاف المغاربة المقيمين فيها، من اللي على الحسن الثاني بتنظيم المسيرة الخضراء باش يرجعوا الصحراء وتولي مغربية. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام. غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نهضروا على بزاف ديال المعلومات والحقائق وكشف اسرار على المسيرة الخضراء، كتنشر لاول مرة على منصة اليوتيوب وبالعربية. هذا الشيء اللي طلب مني جهد كبير في البحث عن المعلومات، وايضا طلب مني وقت في جمع صور تلائم مشاهد الفيديو اللي متعلقة بالمسيرة الخضراء. وغادي نهضروا ايضا على العلاقة اللي توترات ما بين المغرب واسبانيا وحتى الجزائر، ولكن في هذا الفيديو غادي تعرفوا بزاف ديال الحوايج ما تقرات لا في مدارس لا والو. حيت لا جيتي سولتي اي واحد على المسيرة الخضراء غادي يقول لك مشى الالاف ديال الرجال والعيالات هازين الرايات والقران ومشاو للصحراء، ولكن علاش وكيفاش بالضبط مشاو ودارت المسيرة الخضراء هادشي كامل ما غاديش يقولوه لك، حيت داكشي اللي قراونا في المدارس واللي عطاو لينا ما عطاوش لنا داكشي بصحيح. ولكن في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تعرفوا داكشي بالتدقيق وبلا ديتاي. مشاهدينا الكرام، الحلقه ديال اليوم هي الحلقه المنتظره منذ عده ايام، وهي المسيرة الخضراء. المسيرة الخضراء اللي تسمات مسيرة الشعب ومسيرة الأمة الواحدة، وتحت شعار صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء. 3 2 1 بداو الحلقة. في 16 أكتوبر سنة 1975، أي في نفس اليوم اللي اصدرت فيه المحكمة العدل الدولية الرأي ديالها، أعلن الملك الحسن الثاني من خلال الخطاب اللي لقاه بمدينة مراكش عن تنظيم المسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الصحراوية الجنوبية ووضع حد للاستعمار الإسباني. واللي جاء في الخطاب ديالو: ماذا بقي علينا أن نعمل شعبي العزيز؟ بقي لنا أن نتوجه إلى أراضينا الصحراء، فتحت لنا أبوابها قانونيا. اعترف لنا العالم بأسره بأن الصحراء كانت لنا منذ قديم الزمن، واعترف لنا العالم أيضا بأنه كانت بيننا وبين الصحراء روابط، وتلك الروابط لم تقطع تلقائيا وإنما قطعها الاستعمار. إذن علينا أن نقوم بالتزاماتنا، لأن الفترة التي عاشتها الصحراء تحت الاستعمار لم تكن قط فترة من شأنها أن تقطع العلاقات والالتزامات التي كانت بيننا وبين ذلك الإقليم. فواجب الديني كخادم البلاد وخادم هذه الأمة وكأمير المؤمنين، وبما أن بيعتهم لي باقية في عنقهم، أنني أقوم بواجبي وألتحق بشعبي في الصحراء. وكيف سنلتحق في الصحراء؟ وما هي الطريقة التي سنستعملها؟ لم يبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، إننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام، نلتحق بالصحراء لنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. سيشارك في المسيرة 350 ألف من السكان. شعبي العزيز، عليكم أن تقدروا وتفكروا في 350 ألف من السكان، 10% منها نساء، لأن النساء والرجال شقائق في الأحكام والحقوق وحتى في الوطنية. بل ربما وجدنا من النساء في تاريخ العرب وتاريخ المغرب من أكثرهن وطنية وغيرة على وطنهن على بعض الرجال. وفي 24 أكتوبر سنة 1975 وجه الملك الحسن الثاني خطاب ثاني للمواطنين، ومن بين ما جاء فيه:
شعبي العزيز، هذه مسيرتنا منذ سنة، ونحن نخطط ونحن نرسم ونحن نجمع الحجج تلو الأخرى، منها ما هي حجج تاريخية وبشرية، ومنها من هي حجج قانونية، ونحن نحاول أن نفتح الأذهان والأفكار للعالم بأسره حتى يقتنع من قوة حججنا وحتى يؤمن بحقوقنا. قضيتنا سنة كلها ونحن ليل نهار حتى يمكننا أن نلتقي بك شعبي العزيز في الصحراء، أن نلتقي بك في مسيرة مبنية على الرؤى التي حققها الله سبحانه وتعالى. ولن ندخل الصحراءنا إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسنا وغير خائفين، وسنلقاكم تنتظروننا مستبشرين فرحين. في 6 نوفمبر سنة 1975 في المشهد اللي غادي يبقى وغيكون مخلد في الذاكرة ديال الملايين ديال المغاربة، واللي اخترقوا فيه 350 ألف مواطن مغربي، 350 ألف من الوجوه البشوشة والبريئة تخترق الحدود الصحراء ومستجيبين نداء الوطن ونداء الملك، وذهبوا دون تردد، وبعضهم مشى في الكاميونات وبعضهم مشى على الأقدام، ويتخافتون بصوت واحد، بصوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحية أرض بلادي، أرضك صبحت حرة. وكانت هذه الفترة منعطف حاسم في تاريخ المغرب، وأكبر مسيرة على الإطلاق في تاريخ القارة السمراء، وانتصار ذكاء الحسن الثاني في استرجاع صحرائه باستعمال خطة تكتيكية سياسية. وكان هؤلاء المواطنين ذاهبون باتجاه قوات إسبانيا اللي كتبعد عن الحدود ما يقارب 30 كيلومتر، حتى صاروا على منطقة الغاب اللي كتفصلهم على الجيش الإسباني، واللي وصلت التضحية ديالهم لأعلى المراتب ديالها، حينما حمل المواطنون الرايات المغربية وكتاب الله المجيد، وهما مستعدين للفداء بأرواحهم والموت في سبيل أرضهم اللي كيعتبروها حق من الحقوق ديالهم. بغينا نرجعوا للسبب باش نضت المسيرة الخضراء. كانت المطالب المغرب قائمة تجاه الصحراء الغربية في ظل الاستعمار الإسباني اللي سيطر على المنطقة ديال الشمال والجنوب البلاد، وأحالت المملكة القضية إلى محكمة العدل الدولية التي أقرت بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء عدد من القبائل الصحراوية لسلطان المغرب، لكنها أقرت في المقابل بأنه لا توجد أي روابط تدل على السيادة بين إقليم وبين المغرب وموريتانيا، وأن الروابط المذكورة سلفا لا تكفي بأي حال من الأحوال لمطالبة أي من الدولتين المغرب وموريتانيا بضم الصحراء لإسبانيا. كان الحسن الثاني يشعر أن وجود إسباني بالصحراء غيعيش الأيام الأخيرة، فجاءت فكرة المسيرة الخضراء لتعزيز موقف التفاوضي للمغرب إزاء التفاوض مع إسبانيا. هادشي اللي غيخلينا نذكروا النتائج اللي خرجت بها المسيرة الخضراء. هذه المسيرة الخضراء اللي تفرضت في 6 نوفمبر سنة 1975 بعد تجاوز الأسلاك ودخول المواطنين المغاربة إلى النفوذ الإسباني من أجل تكشيف الضغط على إسبانيا التي لم تكن مهيئة للدخول مع المغرب في صراع. هذا الصراع اللي غيمشي في المراحل ديالو الأخيرة. وفي 9 نوفمبر سنة 1975 طلب الملك الحسن الثاني من المشاركين العودة لبدء التفاوض اللي غيكون في 14 في نفس الشهر، وتوقيع اتفاقية مدريد اللي جاب الموجب ديالها فصل إسبانيا على الصحراء وتقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا، وغيتسد هذا الملف وغيطوى الملفات اللي كانوا من قبل ما بين الخلاف على هذه الصحراء، والمغرب غياخد الصحراء ديالو وغتولي الصحراء مستقلة. ونجح وتمكن الحسن الثاني من انه ياخد الصحراء ويجيبها ويردها كما وعد الشعب ديالو. مشاهدينا الاوفياء، حتى هنا غادي يكون تسالى الفيديو ديالنا. نتمنى نكون عاودت لكم هذه القصه المشوقه ديال المسيره الخضراء وتعرفوها من الاول حتى الاخر، منين بدا البلان حتى سالا. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ما تحرمناش بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك الجديد اول باول، وخلي معك شي جيم وكومونتير. كان معكم رضا حماموش، تهلاو في راسكم.